لذلك أحببنا أن نقدم لكم كيفية ضبط أي مؤذن. ونحن الآن معنا هذا المؤذن الأخضر، ومعنا مؤذن أنا مسلم. سوف نضبط واحد وأنتم على ذلك تقيسون كل ضبط المؤذن. تفضلوا معي إخوتي وأحبتي في الله مع برنامج المؤذن. أول شيء علينا أن نفعله أن ننظر إلى هذه الواجهة، سنرى أن عندنا الفجر يؤذن 5:36. هذا توقيت خاطئ، فالفجر عندنا يؤذن في 4:30 أو ما شابه ذلك. لذا سنقوم أولا ننظر على التاريخ هنا، ننظر عليه. إن كان غير منضبط سنقوم بضبطه، نحرك إلى أسفل أو إلى أعلى حتى نأتي بالتاريخ، الشهر، ثم اليوم، فنضبطه إن كان هجري أو ميلادي، ثم ندوس موافق. ثم بعد ذلك ننظر رأس يوجدور، لا، نحن نريد البلد التي نحن منها، مثلا كمصر. ندوس في البحث نكتب مصر، ثم ننظر أي محافظة أنا منها. أي محافظة؟ القاهرة. أدوس على القاهرة. إذن فأنا قمت الآن بضبط البلد والمحافظة، فأصبح الوقت عندي الفجر 4:22، فانضبط الوقت. ثم نذهب إلى هذه القائمة، ندوس كلمة إعدادات، سنجد عندنا حساب المواقيت. ندوس هذه، نجعلها الهيئة المصرية العامة. إن كانت أم القرى تجعلها الهيئة العامية المصرية العامة للمساحة. ثم أنظر المذهب، مذهب ميقات صلاة العصر، أجعله المذهب الشافعي، الحنبلي والمالكي. ثم أنظر هنا التوقيت، فإن كان صيفي سأجعله صيفي، فإن كان شتاء سأجعله شتاء. ونحن نضع تلقائيا، فهو يضبط نفسه حسب الضبط. إخوتي وأحبتي في الله، كما ترون قمنا بضبط المؤذن، فهذا شيء يسير، وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. مع المؤذن الآخر أنا مسلم، كثير جدا أيضا يتعامل بهذا المؤذن، فهذا برنامج رائع جميل. أيضا ستبحث عن كلمة الضبط، الإعدادات، ها هي الإعدادات. أدوس على الإعدادات وأضبط كما فعلنا في الأولى. سنفعل في هذه أيضا، ندوس تغيير المنطقة ونختار المنطقة التي نحن منها. إخوتي وأحبتي في الله، قمنا لكم بشرح البرنامج، وعلى هذا فعليك أن تقيس، وعليك أن تتعلم أمور دينك، وعليك أن تنظر إلى ما يصحح عبادتك، فتضبط برنامجك حتى ينبهك على ميقات الصلاة. إخوتي وأحبتي في الله، طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.